احنا في الشتاء، يعني كسل في السرير، علاقات سيئة، تفكير في الماضي، عادات سيئة كتير قوي بتحصل. ولكن كنت اقول لك ده فعلا كله ممكن يكون حصل لو السبع شهور اللي فاتوا ما كنتش اتعلمت فيهم اللي اتعلمته واللي جاي اقوله لك النهارده. اخر حاجه نزلت على الشانل هي كانت من 9 شهور قبل الانقطاع اللي حصل ده كله. وقتها كانت كل حاجه بايظه بشكل غريب جدا، تقدر ترجع وقتها تعرف إيه اللي كان حصل، ولكن هي حرفيا الدنيا وقتها ضلمت. توتر، مرض، عمليات، علاقات، حب، نصب، تخاذل، خيانه، غدر، كره، ثم شغل، صلاة، تمرين، أكل، نوم، تركيز، تطور، شغل. عدت الشغل مرتين صح؟ هنفهم ليه قدام. صديقي الغالي، ربنا بيقول في كتابه الكريم في سورة الأنعام الآية رقم 104: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. البصائر هي البيانات والحجج اللي اشتمل عليها القرآن الكريم. فمن أبصر فلنفسه زي قول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ويضل عليها هنا عودة على نفسك، يعني من الآخر أنت قدامك الصح وقدامك الغلط وأنت مخير. فكره انك تحاول في الصح وانت الوضع اللي انت دايما فيه غلط في غلط امر صعب. امر صعب ان انت تخش تنام كل يوم وتقول انا بكره هعمل كذا، بكره هعمل كذا. ما بيجيش بكره يا معلم، جه بكره انت ما عملتش حاجه، انت في نفس القاع. حقيقه يا صديقي كان في حاجات ياما، وكان في حاجات كتير قوي متمسك بيها، فاكر ان انا خلاص هي الحاجات دي اللي عايزها في حياتي، مش هقدر اعيش من غير الحاجات ديت، ايا كانت شخص، كانت جماد، كانت ايا كان. ولكن مع الوقت الغايه بتتغير، مع الوقت بتكتشف ان الحاجه اللي انت كنت عايزها فعلا لا، مش دي الحاجه اللي انا كنت عايزها في حياتي. فكرك بيتغير، اسلوبك بيتغير، كل حاجه بتتغير فيك. انا فاكر ان انا كنت محتاج الشيء ده جدا، وفاكر ان انا محتاجه وكل حاجه، ولكن العكس صحيح، انا مش محتاج الاشياء دي كلها. الحقيقه اللي عايز اوضحها لك، وبالمناسبه انت عارفها كويس، ان احنا مش قاعدين كتير يا معلم. الدنيا شيء فاني، احنا مش قاعدين هنا كتير. والناتج لما نيجي نقول ان الدنيا فانيه، ان احنا يا باشا ليه ماسكين في الناس وليه ماسكين في الدنيا وليه ماسكين في كل الحاجات دي؟ ما انا كده كده ماشي، ما طز. وهنا ممكن افتكر معاكم كلمتين لهشام عفيفي لما قال: مهما كنت بتسعى في البيت الايجار ده فانت هتسيبه في الاخر، وانت في البيت الايجار ده بتشتري حاجات للبيت التمليك في الاخر، وبتشتري حاجات تجهز بقى البيت التمليك في الاخر، وهو ده المهم، ده البيت اللي انت هتروحه. يعني الدنيا بيت ايجار، الاخره بيت ملك. كلمتين كانوا فعلا جمال جدا وجايين في وقتهم، وفادوني في وقت ما في حياتي، ان فعلا الدنيا بيت ايجار، ان انا سايب كل ده وماشي، مش قاعد هنا كتير، فانا ليه ماسك في كل حاجه؟ ولكن كونك عارف انها فانيه، ده مش معناه ان مفيش سعي، مفيش معافره، ما ينفعش الاستسلام. وامتى يا معلم؟ واحنا لسه في سن السعي. فاكرين في الاول لما عدت الشغل مرتين، ان الشغل على نفسك غير الشغل اللي بيحقق لك دخل، بس ابسط، الاتنين بيصبوا في حته واحده. الشغل اللي انت بتشتغله يوميا لو مش بيطور من عقليتك سيبه، بس قبل ما تسيبه شوف شغل تاني عشان ما تجيش تقول الناس واحد. وللاسف الشديد الشغل في مصر مش هتلاقي في ده كتير. فكره ان انت تلاقي مكان انت بتاخد منه فلوس وفي نفس الوقت بتاخد منه فكر وخبره وتطور، مش دايما هتلاقي الموضوع ده. واحنا للاسف في معظم مجالات العمل دلوقتي في مصر بنبص لنقطه احنا عايزين فلوس، مش عايزين نتطور، مش عايزين نكسب خبره، مش عايزين علاقات، مع ان الحاجات دي هي اصلا اللي بتجيب فلوس. ولكن ايه المشكله لما اسيب شغل واروح شغل تاني؟ ما هو كده كده مفيش حاجه هتخسرها. في مبدا او في سؤال دايما لازم تساله لنفسك لما تيجي تاخد اي حاجه ريسك: ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ شغلك على نفسك، واللي بالمناسبه يكاد يبان بسيط. احمد ابو زيد مثلا في فيديو ليه قبل كده قال لك: روح الجيم، اتمرن، خد دش ساقع، نام بدري واصحى بدري. الكلام ده يبان كلام ترفيهي او ممكن في وقت ما يبان سهل، ده ما كانش كلام تنميه بشريه خالص، بالعكس هي الحاجات دي اصلا هي اللي هتطورك في حياتك وهتخليك احسن دايما. فكره انك تحط نفسك في زون الانضباط هتتعلم وكتير، لان الانضباط الشيء الوحيد اللي بيعلم الخايب وبينجحه. بمعنى تفتكر انك تكون منضبط ان انت كل يوم تخش تنام في وقت معين، تصحى في وقت معين، تاخد دش في عز التلج، تصلي، تتمرن، تاكل، تشتغل بمواعيد. هل انت فاكر ده شيء سهل؟ زائد القراءه، زائد التركيز، زائد ان انت تطور نفسك في حاجات تانية في حياتك في ظل رحلتك عشان تطور عقليتك بالشكل ده. واللي بالمناسبه الرحله دي مش بتخلص طول ما انت عايش، هتخليك تواجه حاجات كتير انت كنت فاكرها صعبه، بس هي ولا صعبه ولا حاجه. الحاجه اللي انت كنت فاكرها صعبه انت عديت بالاصعب منها، فبالنسبه لك هي بقت اسهل. هي دي الدنيا، انت بتعدي بالحاجه الصعبه بتكسرها، فلما بتعدي عليك تاني بتبقى شايفها سهله ان انت عديت بيها قبل كده. انت اللي كنت حاطط نفسك في زون ضعف، خيابه زي ما بنقول، خايف تتعلم. كل اللي عايز اوصله لك اليأس موجود معانا دايما، ولكن السؤال اللي اجابته عندك انت: هل هتبقى الانسان اللي معرض ان اليأس يمتلكه، ولا هتبقى الانسان اللي هيركن مشاعره ويشتغل بدماغه بس فيكسب كل حاجه؟